السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا 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 بجد. اشتقت لكم كتير كتير وبقالي كتير ما عملتش فيديوهات، معلش اعذروني. طبعا ما اقدرش ابعد عنكم ولا اتاخر عنكم طبعا، لان ناس كتير بتطلب مني حاجات اعملها، فبجد مش عايزه اتاخر عليهم. طيب يلا بسرعة كده عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه نبدا بسم الله والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اللي اول مره يشوفني ما ينسنيش بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد وكل اشعاراتي في قناه مملكه دودو. المره دي هعمل معجنات. اشتقنا بقى الحاجات دي وعايزه اقول لكم بقى المكونات، بس خلوا بالكم وركزي كويس قوي في المكونات عشان لو حبيتي تضاعفي الكميه. معايا هنا ايه 2 كيلو دقيق منخل. تمام. معاهم 4 بيضات. بالنسبة للبيض الكيلو الدقيق عليه بيضتين. تمام. وكده يبقى انا هستخدم 4. طبعا زي ما قلنا في بيض يبقى اكيد في فانيليا، ورقتين فانيليا. عندي كمان ورقتين خميرة فورية اهو، هما بيعادل معلقتين كبار. تمام. وعندي كمان شوية من السمسم البحمص اهو. تمام. وعندي كمان كوباية سمنة. دي بقى الاختراع، او يعني انا عشان جربت بصراحة بالسمنة البلدي افضل بكتير من الزيت، لان هو اصلا الشريك بيتعمل بزيت، بس بصراحة انا حبيت اجرب بالسمنة البلدي. بصراحة طلع معايا تحفة جدا جدا جدا، عشان كده حبيت ان انا اوريكم الحاجة طالما طلعت معايا حلوة قوي، فحبيت ان انا افيدكم بيها. كمان في حاجة تانية زيادة بقى او اضافة للشريك ده. ده طبعا لبن بودر. ده سايب طبعا، جايباه من العطار. برضو هستخدم منه معلقتين. تمام. خليهم جنب هنا. وطبعا ما ننساش الحليب. طبعا الحليب ملوش عيار، يعني انا بحط كتير معايا جنبي، وهاخد زي ما انا عايزه. تمام. اول حاجه نعمل ايه بقى؟ اه معلش، نسيت بس اقول لكم كمان فيها كوبايتين سكر، بس انا هعاير دلوقتي. هنحط طبعا المكونات الجافه بالمره دلوقتي، هنحطها بسم الله. ادي كوبايه، وادي التانية. خلاص. وبعد كده هنحط بقى السمسم اهو. تمام. خلاص. هنقلبه بقى كده الاول مع بعض. دلوقتي كمان هنبدأ بقى نحط معلقتين اللبن البودر اهو. خلاص كده هنقلبه مع بعض كده الاول. زي ما قلت لكم حطينا السكر، كوبايتين السكر وشويه سمسم. واللبن البودر ده طبعا ده زياده، لو مش عايزه تحطي مفيش مشكله، بس هو هيديكي طعم تبقى الحاجه كده يعني طعمه قوي وقشطه. تمام، لان دي بديل القشطه. طيب تمام، دلوقتي هنعمل ايه؟ ركزي معايا كويس قوي. معايا الاربع بيضات، هنضيف ليهم الورقتين الفانيليا اهو. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنربهم كده بالمعلقه او بالشوكه اي حاجه. هنبدا بقى نحط البيض ومعاه كوبايه السمنه البلدي. اوعي تنسي السمنه البلدي، لو مش عندك متاح ممكن تحطي زيت عادي جدا. معايا كمان ورقتين الخميره الفوريه، هنحطهم. معلش كان لازم احطهم في الاول بس انا نسيت، مش مشكله، كله هيتقلب مع بعض. وحطينا كمان الحليب. طبعا الحليب بنستخدم شويه شويه لحد ما العجينه تلم معايا. ونبدا كده بسم الله، ونقلب بقى، ونقلب المكونات كده مع بعض اهو. خلاص العجينة لمت اهي. شايفين العجينة طرية وناعمة ازاي؟ ريحتها جميلة جدا جدا جدا. وطبعا ما خدتش الحليب كله اهو. خلاص دلوقتي هسيبها تختمر، هسيبها في مكان دافي. شايفين بقى العجينة بسم الله ما شاء الله اختمرت كويس قوي اهو، وبقت جميلة وريحتها تحفة. عندي الصينية هنا انا دهناها بالزيت. هنبدأ بقى نقرص كده العجين زي ما انتوا شايفين.
هتدوري بقى العجينة كده، تعملي كور كور كده كتير، وبعد كده هنبقى ايه نبططه ونسيبه يعني حوالي 5 دقايق او 10 دقايق لما يختمر تاني قبل ما احطه في الفرن. طيب هقرص كل الكمية دي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. خلاص اهو هنبطط بقى العجين كله كده، نحاول نعمل مسافة بين كل قرصة والتانية عشان ما يلزقش في بعض، ولو لقيت المكان ضيق احوش منه. وهنقرص برضو في صاج تاني عشان طبعا نخلص الكمية كلها. الصينية طبعا مش هتقضي، هتعملي بقى في الصواني اللي عندك كلها لحد ما تخلصي العجين كله. تمام، انا مولعة الفرن طبعا ومجهزاه على درجة 180. تمام، هنبدأ بقى ايه، انا هعمل بقى واحد لصاج، واحد سادة وواحد هحط له السكر والسمسم والبيض. خلصنا الكمية كلها اهو زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. عمل الكمية دي كلها، هعمل بس هسيبه صينية سادة، والتاني هحط له بيضتين ومعايا شوية سمسم وشوية سكر، هنربهم كده مع بعض. طبعا البيض معاهم ورقة فانيليا طبعا. هسيب بس الصاج هعمله سادة يعني اللي بيحب السادة، والتاني هنحط بقى البيض والسمسم والسكر. طبعا بعد ما اختمر لازم تبططيه برضو تاني كده، وبعد كده هنضيف بقى البيض والسمسم والسكر بالترتيب كده. طبعا اول طبقة البيض بحطها على الوش طبعا في الاول عشان السمسم والسكر يمسك فيها. خلاص اهو هنبدأ بقى نحط السمسم والسكر. عايزة تحط السكر الاول وبعد كده السمسم مفيش مشكلة، يفضل السكر الاول وبعد كده نحط السمسم. خلاص حطينا السكر ونحط السمسم اهو، دي اخر حاجة. وبعد كده هنحطه في الفرن طبعا، هنحطه في الرف الاوسط، وبعد كده نولع الشواية عشان يحمر من فوق. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الشريك شكله جميل جدا جدا ولونه تحفة. شايفين هش ازاي، عامل زي القطن، روعة روعة روعة. العجينة جميلة ومورقة كده من جوه، وبيضة بقى وطرية وناعمة جدا، بجد تحفة. عايزة برضو اوريكم هنا، دي انا مش دهنها ببيض لان في ناس ما بتحبش المدهون ببيض وفي ناس تحب. تمام، عملت الاتنين برضو عشان كل واحد ياكل اللي هو عايزه. بجد العجينة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم، روعة. بالسمنة البلدي جربيها، احسن بكتير من الزيت. وبجد شايفة اللون، في فرق بين الاتنين طبعا، دي مدهون ببيض ودي لأ. طبعا اللي يحب السادة براحته، اللي يحب بالسكر والسمسم والبيض براحته جدا، يا كل واحد ياكل اللي هو عايزه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك لو اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في قناه مملكه دودو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبالف هنا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.